دراسة بتقول إنه القهوة بالحليب تحارب التهاب الخلايا المناعية، حيث توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك إلى أن البروتينات ومضادات الأكسدة الموجودة في مشروب القهوة بالحليب تضاعف الخصائص المضادة للالتهابات في الخلايا المناعية. وأوضحت الدراسة أنه عندما تدخل البكتيريا والفيروسات والمواد الغريبة الأخرى للجسم، فإن جهاز المناعة يتفاعل عن طريق نشر خلايا الدم البيضاء والمواد الكيميائية لحماية الجسم، ويسبب هذا التفاعل الذي يعرف باسم الالتهاب في مرض الأوتار والعضلات، كما أنه سمة من سمات أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. وحقق فريق الدراسة الذي يضم باحثون في قسم علوم الغذاء وباحثون بقسم العلوم البيطرية والحيوانية في كيفية تصرف مادة البوليفينول عند دمجها مع الأحماض الأمينية، وهذه الحليبات الأساسية للبروتينات. وقالت أستاذة علوم الغذاء في جامعة كوبنهاجن ماريان نيسين المؤلفة الرئيسية للدراسة أن تفاعل البوليفينول مع أحد الأحماض الأمينية يظهر تأثير تثبيطي على الالتهاب في الخلايا المناعية. والبوليفينول هي مجموعة من مضادات الأكسدة الطبيعية والمهمة للبشر، إذ تمنع تأخر أكسدة المواد والأعضاء الكيميائية الصحية في الجسم، وبالتالي تحميها من التلف والتدمير، وتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم الذي يؤدي إلى حدوث الالتهاب. كما تستخدم هذه المجموعة في الصناعات الغذائية لإبطاء الأكسدة وتقليل أكسدة الدهون على وجه الخصوص وتدهور جودة الطعام. وتوجد مادة البوليفينول في الفواكه والخضروات والشاي والقهوة، لكن يبقى الكثير غير معروف عنها، إذ حققت دراسات قليلة نسبيا فيما يحدث عندما تتفاعل البوليفينول مع جزيئات أخرى مثل البروتينات المختلطة في الأطعمة. وللتحقيق في التأثير مضاد للالتهابات للجمع بين البوليفينول الموجود في القهوة والبروتينات الموجودة في الحليب، طبق الباحثون اختبارا شمل مجموعة من الخلايا المناعية تم تعرضها للالتهاب، وتلقت بعض الخلايا جرعات مختلفة من مضادات البوليفينول الموجودة في القهوة التي تفاعلت مع الأحماض الأمينية الموجودة في الحليب، بينما تلقى البعض الآخر البوليفينول فقط بالجرعات ذاتها، فيما لم تتلقى مجموعة التحكم الثالثة أي شيء. ولاحظ الباحثون أن الخلايا المناعية التي عولجت بمزيج من البوليفينول والأحماض الأمينية كانت فعالة في مكافحة الالتهاب بشكل كبير مثل الخلايا التي أضيف إليها البوليفينول فقط. وبالتالي تبين أن مزج القهوة بالحليب يمكن أن يكون له أيضا تأثير مفيد على الالتهاب عند البشر.